السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. حبيباتي، في هذا الفيديو واش ندير معكم كاطو السيجار. بالنسبه لهذا الفيديو كنت صورتها لكم هذا شحال ولقيتها هاد الايامات طوندونس في العيد، على هكاك بغيت نحطها لكم. اول حاجه درتها حطيت 250 غرام زبده، حطيت عليها كاس سكر كلاصي كما شفتوا، واحد الرشه نتاع حلوه الترك، خلطتهم مليح حتى ولاو كيما البوماد. نزيد عليهم 2 حبات بيض، رشه نتاع ملح، نزيد نخلط. وفي الاخير ندير فرينه حتى تلم ليا العجينه وتولي طريه. باش العجينه ما تغبنيش نكسلها على شكل مستطيل كما كتشوفوا، ونجيب هذوك ليمون الخاصين بالسيجار. هنا يا حبيباتي ما نديرش على كامل المول كما كتشوفوا، نخلي شويه منه باش من بعد كي نبدا نديمولي فيهم يجوني ساهلين. نقطعها على الطول، قصدي العجينه، ونبدا ندور فيها بهذه الطريقه. كي ندورها دوره كامله نحبس ونقطع العجينه بهذه الطريقه. نبدا نخدم فيها هكا. اذا حسيتوها بدات يعني تبلع لكم كامل على المول نتاع السيجار، قطعوا شويه منه نوريكم هذا. وبعد ما نكمل كامل الحبات اللي عندي نشعل على الفرن من تحت ومن الفوقه، نخليه يحمى مليح، ومن بعد ندخل الصينيه طيبها من تحت برك، ومن بعد نعاود نحمرها من الفوق. وبالنسبه للحشو حبيباتي، انا هنا كنت في فصل الشتاء، على هكاك ما درتش الكريمات. نجموا ديروا كريمه الزبده ولا كريمه الجوزيه حتى هي تجيكم شابه بزاف. هنا بغيت ندير الحشو. الحاجه الاولى اللي درتها في القفلات، انا دائما نستخدم دوبل ميكس في الحشو، فيها كريمه تساعدني باش نجمع هذا الحشو. بعد زدت كاوكاو، انا تنجموا تقول واحد الكاس، كنت حمصته من قبل ومن بعد عاود درت حيته، نخلطهم مع بعض. ومن بعد نجمعهم التوفيه بكراميل. وما تنسوش ديروا حلوه الترك، يعني تشيلوا كميه لبست بها، نص ديروا في العجينه ونص الثاني ديروا في الحشو، نخلطهم مع بعض. كما قلت لكم في الاخير حبيباتي نجمعهم بتوفيه كراميل اذا كانت متوفره عندكم. وبعد ما يتجمع لي الحشو نروحوا للسيجار. هادو اللي كنت طيبتهم من قبل كيما شفتوا، حمرتهم من تحت وزدت حمرتهم من فوقها. نجيب توفيه كراميل، نحط كميه لبس بها في الوسط كما كتشوفوا. هنا يا حبيباتي قلت لكم كنت في فصل الشتاء، على هكاك درت هذا الحشو. طرش لو كان ندير كريمه الزبده ولا كريمه الجوز ولا عفوا الجوزيه ما تجينيش، انا فضلت ندير هذه. بالنسبه لهذاك الحشو كنت شكلت على شكل حربوش، وبعد ندخله في السيجار من الداخل بهذه الطريقه. ومادام حبيباتي رانا في هذا الوقت ما كاش البرد بزاف، نجموا ديروا الجوزيه
ولا كريمه الزبده حتى هي. وبعد ما نكمل ندوب شوكولا سوداء حمام مريم، نزيدها كميه مليحه من الماء، ندوبها مليح، ومن بعد نزيدها كاوكاو كنت طحنته من قبل كما كتشوفوا درت على شكل فريري روشي. وبعد ما نكمل ندير كميه قليله من الشوكولا في الجوانب، من بعد نغطس في هذيك الكاوكاو اللي كان بقى ليا. كما كتشوفوا هذا هو السيجار، جا شباب بزاف، نتمنى ان شاء الله يعجبكم حتى نتوما تجربوه. كما قلت لكم حبيباتي اعتمدوا على الوصفه نتاع العجينه، وبالنسبه للكريمات ولا الحشو نتوما خيروا واش بغيتوا ديروا.